هو واقف لي عايز نتطلق على ايد مأذون كده وكده، يعني نتطلق قدام الناس، نكون متجوزين، لانه احنا اساسا بنحب بعض متجوزين، والناس كلها شايفه ان احنا مبسوطين ومع بعضنا زي الفل. لكن هنروح للمأذون نتطلق طلاق رسمي عشان ناخد الورق ونقدمه للمحامي، ومن هنا اقدر اخد معاش ابويا اللي هو ال4000 جنيه، خصوصا انه احنا قدام الناس متجوزين لكن رسميا مطلقين. يعني تقدروا تقولوا طلاق كده وكده. فانا محتاره ما بين حاجتين: اولا الظروف زي الزفت، وال4000 جنيه دول هيحلوا ازمه، حرفيا هيحلوا ازمه، وفي نفس التوقيت خايفه اكون عايشه في الحرام. برجع اقول الجواز بالنيات، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وبالاشهار. طب ما احنا مشهورين قدام الناس ان احنا متجوزين، واحنا الاتنين عايزين بعض وبنحب بعض، مش ضروري ورق، مش ضروري حاجه تانية تثبت ان احنا متجوزين وناخد ال4000 جنيه. فانا بصراحة مش عارفة، محتارة اعمل ايه، وفي صراع في دماغي ما بين ان انا اعمل كده بس خايفة اغضب ربنا، واعمل كده اندم ان انا مخدتش ال4000 جنيه اللي هيحلوا ازمة. وطبعا الرأي كده او كده سايباه ليكم، صاحبة المشكلة بتقول لكم افيدوني لو انتوا مكانها هتعملوا ايه، وهل الجواز فعلا بالنيات وبالاشهار بس مش ضروري ورق؟ رأيي ليكم. السلام عليكم.